السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله بقى النهارده هنخزن ورق العنب بطريقتين مختلفين خالص، وهقولك لو عندك ازايز فاضيه وملهاش اي لازمه عندك هنقولك نعمل فكره جديده بنخزن بيها طريقه ورق العنب. طبعا مش هتاخد مننا مساحه ولا تاخد مننا وقت. فقبل اي حاجه بقى ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حبايب قلبي. طبعا عندنا هنا انا جايبه قد كيلو ورق عنب زي ما انتم شايفين كده. طبعا وضبطه وجهزته وقطعت العروق بتاعته، وهبتدي بقى دلوقتي ان انا اظبط الورق كويس عشان خاطر نبتدي ان احنا نعمله. طبعا انا قسمته نصين، جزء خليته بالشكل الاخضر ده والجزء التاني سلقته على نار. طبعا غليته مع حبه زيت وميه سخنه، طبعا نزلت عليه وطلعت طبعا شطفته بميه ساقعه وبردته خالص. وبعد كده هنبتدي مع بعض ان احنا نعمل ايه ورق العنب بتاعنا زي ما انتم شايفين. بصوا يا حبايب قلبي بقى هنعمل ايه. همسك ورق العنب كده اروح حطاه في كيس. طبعا زي ما قلت لكم احنا هنجيب ازازتين فاضيين او اي كميه انت حابه تخزنيها خزنها بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. طبعا الازازه بتحمي الورق العنب انه يتكسر. لو حطيتيه في كيس وحطيتيه في الفريزر اللي هو العلبه هتلاقيه بيتكسر، لكن لما تعمليه بالطريقه اللي بقولك عليها دي مش هيحصل له اي حاجه. فطبعا عملت مسلوق وعملت ايه سليم زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا الم ورق العنب بالشكل اللي انتم شايفينه ده، طبعا وكيس شنطه كده حلوه كده تتحمل، واروح حاطه فيها ورق العنب اللي انتم شايفينه ده، واروح ايه لفيه زي ما انتم شايفين كده. خلاص هبتدي ان انا ارصهم كده. بعد ما اخلص رصهم كده واوضبه كويس هبتدي ان انا احطه مع بعض كده اهو علشان خاطر يطلع معايا حلو زي ما انتم شايفين كده. طبعا هقولك لو عندك ازازه كبيره اللي هي الازازه بتاعت الكولدير الكبيره قوي دي وانت عايز تعملي كميه هيبقى برضو جميل وحلو قوي، بس طبعا هتبقى واخده مساحه كبيره قوي. فانت الاحسن ليكي ان انت تعمليها في ازايز صغنونه كده، او لو عندك الازايز الميه الصغيره خالص دي تروحي حاطه بقى حسب الكميه. كل ازازه تحطي فيها قد نص كيلو قد ربع كيلو زي ما انت عايزه. طبعا الازازه دي شالت نص كيلو، عملت نص كيلو مسلوق ونص كيلو ايه معمول زي ما انتم شايفين كده. طبعا الصينيه بتاعتي الطبقه الخارجيه وانا بقطع الازازه اتقطعت مني زي ما انتم شايفين كده. طبعا هبتدي ان انا اخلصها خالص وبعد كده ايه اوريكم شكلها هيطلع ازاي. طبعا هي يعني انا المشكله مش كنتش عارفه اتملك فيها كويس، فطبعا رحت قطعها من الجنب الناشف فطلعت معايا اتقطعت بالشكل ده. طبعا فتحتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهبتدي ان انا ايه اوريكم بقى انا هعمل ايه. طبعا همسك الكيس اطلع منه فراغات الهواء علشان خاطر الورق العنب يطلع معانا ايه 10/10 زي ما انتم شايفين كده. خلاص ادي كده فتحتها. بصوا طبعا يكون متغطيه بغطا. بصوا بقى انا خلاص طلعت فرغت منها الهواء زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا انا هوريها لكم تاني عشان انتوا ما شفتوهاش معايا. ابتدي ان انا اطلع الهواء منها. بصوا اهو طلعت الهواء كده كل اي هواء فيها عشان ما يبص مني، واروح تانياها كده واروح برماها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. اتاكد ان ما فيهاش اي هوا في الاكياس، واروح برماها بالشكل ده كده، واروح ايه مكيساها واروح حطاها في قلب الازازه بتاعتنا الفاضيه. طبعا مش عايزه اقول لكم ان الازازه بصراحه انا عملتها قبل كده السنه اللي فاتت كنت عاملاها في علبه، فانا حبيت بصراحه اعمل فكره جديده، فلقيت الفكره جميله جدا بصراحه بتوفر معايا لان انا الازاز دي برميها. فقلت لا احنا اي حاجه عندنا نستخدمها، خساره ان احنا نرميها. طبعا مش هيحصل له اي حاجه ولا هيتكسر ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى ان احنا نعمل ورق العنب اللي هو المسلوق زي ما انتم شايفين كده اهو. خلاص هبتدي بقى ان انا احط المسلوق. طبعا صفيته كويس بعد ما بردته، هبتدي ان انا ارصه كده في الكيس بتاعنا وابتدي ان انا اصفيه كويس. طبعا انا نزلته وطلعته على طول ما سبتوش في الميه كتير. انا يعني غليت الميه وطفيت عليها. بعد ما طفيت على الميه نزلت بورق العنب ورحت طالعه على طول شطفاه لان انا مش عايزاه يبقى مهري. خلاص كده هبتدي ان انا اعمل نفس النظام في ورق العنب بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو.
هبتدي بقى ان انا اطلع الهواء اللي فيه كله علشان خاطر ما يبقاش فيه اي هواء جواه. بس بقى ما تنسوناش بلايك لو انتوا لحد دلوقتي معانا كده بتتفرجوا على الفيديو، ما تنسوناش بقى بلايك حلو كده منكم. زي ما انتوا شايفين كده اهو، شايفين؟ افضل اضغط عليها كده لحد ما تمسك في الكيس واروح لفها اهو، شايفين بالشكل ده كده؟ شايفين؟ خلاص كده بقى هروح حطاها في الازازة التانية اهو، شايفين؟ هتأكد ان هي دخلت جوه الازازة، ظبط الازازة كويس وخلاص كده. اوقفها بقى، احطها في الدرج في الديب فريزر دراج، او احطها في اي حاجة. طبعا احطها في كيس عشان خاطر اللي هو بس تحافظ عليها من اي ريحة. فشايفين بقى الجمال والحلاوة، حاجة بسيطة جدا يعني، مش هتكلف ولا تتعبنا ولا اي حاجة. تجيبي ورق العنب وتروحي لفاه زي ما انتم شايفين. طبعا احنا داخلين على العيد، كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بقى. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. مع السلامة.